منع الإعلانات من الموبايل. جايبه لك بدل الحل الواحد 3 طرق تقدر تمنع بيها الإعلانات من موبايلك بشكل نهائي. السلام عليكم، أنا إيمان محمد. الحل الأول، من إعدادات موبايلك بتروح على الإعدادات وبعدين على الاتصال والشبكات وبعدين المزيد من ضبط الاتصال وبعدين بتلاقي عندك DNS الخاص أو Private DNS، بتدخل عليه وبعدين بتختار الاختيار اللي قدامك ده وتضيف الجملة اللي مكتوبة قدامك دي dns.adguard.com وبعدين بتضغط حفظ أو تم. بالشكل ده بيتمنع عنك أي إعلانات مزعجة بتظهر لك أثناء تصفح أو جوه الموبايل بتاعك. لو الحل ده منفعش معاك فكك منه خالص وروح للحل التاني. الحل التاني إنك هتدخل على جوجل وتكتب AdGuard، هيظهر لك النتيجة دي. ادخل عليها وحمل التطبيق اللي موجود في الصفحة دي لأن هو مش موجود على جوجل بلاي، وبعدين شغل التطبيق. هيبدأ تلقائيا إن هو يمنع لك كل الإعلانات اللي موجودة عندك واللي بتكون مزعجة على الموبايل بتاعك. البرنامج هيعرض عليك ان انت تشتريه، اضغط على علامة الاكس اللي موجودة فوق على الجنب وفكك من الكلام ده وخليك على النسخة المجانية، هي كويسة جدا. الحل الثالث، لو لسه بتظهر لك اعلانات وتحديدا لو بتيجي من خلال الاشعارات اللي موجودة عندك واللي غالبا بتيجي من المتصفح وبالتالي سمحت تلقائيا بالوصول للاشعارات للموبايل بتاعك، تحديدا لو كانت الاشعارات اللي بتظهر لك محتواها غير اخلاقي بالمرة، كل اللي عليك تفتح المتصفح بتاعك، تحديدا لو كان متصفح كروم، تضغط على ال3 نقط اللي موجودين فوق بعض دول وبعدين تدخل على الاعدادات. هتنزل تحت كده هتلاقي في كلمة الاعدادات المتقدمة، هتنزل برضو معاها، هتدخل عليها او هتروح للقسم بتاعها وبعدين هتلاقي في عندك اعدادات الموقع الالكتروني، هتدخل فيها وهتلاقي في عندك كلمة الاشعارات، غالبا هتلاقيها متفعلة وهتبص هتلاقي كمية اشعارات متفعلة ان هي توصلك كتيرة جدا. تقدر تلغي الموقع اللي مش عاجبك يوصلك منه اشعار، او تقدر تعمل زي وتريح دماغك وتحظر كل الاشعارات نهائيا وتفصل دماغك خالص. بالشكل ده قلت لك بدل الحل الواحد 3 حلول تمنع عنك الاعلانات المزعجة اللي بتظهر على الموبايل بتاعك. لو حاسس ان الشرح بتاعي سريع شوية وملحقتش ان انت تنفذ الخطوات دي، فانا سايبالك الشرح ده مكتوب كامل في اللينك اللي موجود في اول تعليق وكمان في البايو، تقدر تقرا الكلام ده بمنتهى السهولة وبراحتك خالص، بالاضافة للصور شرحت لك تعمل كده ازاي خطوة بخطوة ولينكات تحميل التطبيق وكل حاجة. لو عاوز فيديوهات اكتر من النوعية دي اتأكد ان انت متابعني عشان يوصلك كل جديد اول باول، وده الQR كود بتاع الكلام اللي انا قلت لك عليه عشان تقدر تفتح الموقع وتقدر تقرا الكلام اللي انا قلته في الفيديو ده وتنفذ الخطوات براحتك وعلى مهلك خالص. ما تنساش بقى لو الفيديو ده عجبك او تعرف حد بيواجه نفس المشكلة دي ابعت له الفيديو ده عشان يحلها بمنتهى السهولة.